السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في أتم صحة وأفضل حال. بتوحشوني بجد. من كل آخر فيديو. النهاردة بقى إن شاء الله هنعمل قلقاس مع بعض. بس أنا لسه بسلق الفراخ. طبعا القلقاس ده أنا جبته قطعته بالمنظر ده مكعبات. في ناس طبعا بتختلف في حكاية غسيله وطريقة عمايله، بس هي الطريقة المعتمدة اللي انا بعملها بصراحة على طول. بقطعه كده بالحجم ده، تمام، لا كبير قوي ولا صغير قوي علشان ما يتهريش مني. بغليله كاتل من المية وبدلقه عليه وبسيبه حوالي من ساعتين لساعتين واكتر يعني، وبعد كده بغسله بقى بمية جارية تحت الحنفية. هنعمل النهاردة اهو. دي كده الفراخ اهي بتتسلق، بصوا شوربتها جميلة. طبعا ما سبتوش في ميه، عشان طول ما انت سايباه في الميه، دي نصيحه يعني للبنات اللي ما يعرفوش كده، طول ما انت سايباه في الميه هينزل الماده الزلاليه اللي هي فيه دي. لكن انا كده نشلته بعد ما غسلته كويس، حطيته في الحله اللي هيتطبخ فيها. بعد كده بقى هضيف ايه من الشوربه وهي بتغلي كده عليها على طول مباشره، او لو انت مخزناه بتنزليه طبعا من الفريزر، بتعمليه على طول على الشوربه المغليه. تمام. معانا بقى هنا السلق طبعا انا غسلته. بعمله كده، باخد الاوراق بس ما باخدش العروق. طبعا انا جايبه كده ايه كميه من السلق حزمتين محترمين. انا من النوع اللي بحمر السلق مش بسلقه. بصوا اهي الكميه، بصوا كميه لا بأس بيها يعني، عشان يطلع معايا لون القلقاس كده حلو. انا بحمرها في سمنه وزيت. بصوا هي كده صفيته من الميه كويس اهو. دول كده حزمتين كبار من السلق بمعدل 3 حزم يعني، اهو زي ما انتم شايفين كده، عشان يديني طعم ولون حلو للقلقاس. ودي كده حزمة كزبرة، باخد برضو بس الاوراق منها، ولسه هنقي كده كام فص من الثوم علشان نحمره مع بعض. وبعصر كده على الشوربة ربع الليمونة دي، مش كبيرة قوي، بحيث ان هو ما يغمقش مني وهو بيغلي. تمام كده. يلا نروح بقى تستلق الفراخ ونرجع معاكم تاني. حبايب قلبي الغاليين، دلوقتي بقى انا حطيت كده معلقه من السمنه البلدي. تمام. لازم احط بقى شويه زيت كده اهو، يعني شويه كده، لاني لو حطيت زبده او سمنه بس هتتحرق، لان طبعا هحمر فيها كتير. تمام. عقبال كده بقى ما تسيح معايا، انا محضره الاوراق اهي بتاعه السلق. هنيجي بقى هنا الفراخ بتاعتنا اتسلقت زي الفل. هبدأ بقى اجيب مصفى كده واخد بقى من الشوربه التحفه دي، وابدأ بقى اعمل كده. طبعا انا مش هفضل بقى اعمل كده، انا هدلق شويه كده بالحله حلوين. تمام اهو، وارجع معاكم تاني. هنا بقى السمنه والزيت بيسيحوا اهو، علشان خاطر بقى ايه احمر السلق القلقاس يعني. مش هخليه يسخن قوي عشان ما يطرقعش في وشي. ابدا انزل بقى كده بالاوراق كلها هنا، بسم الله. وهبدا برضو اغطيه. مش بحط الخضره دلوقتي اللي هي الكزبره ولا الثوم، لما يدبل شويه كده ورق السلق ده اهو. ابدا بقى اغطيه لحد ما هتلاقي نزل دلوقتي كله كده، واعمل اغطيه بقى كده بغطا علشان طبعا ايه الطشطشه اللي بيعملها. هدلق بقى هنا الشوربه واحط بقى ايه القلقاس يستوي عقبال ما السلق بتاعه يعني. بصوا الشوربه شكلها حلو قوي. حبايب قلبي الغاليين، بعمل اهو لسان العصفور على عيني. تمام. وهنا بقى ما كترتش الشوربه قوي للقلقاس. بصوا بقى النصيحه برضو كده، بصوا الشوربه بتاعتها تحفه. ما كترش قوي للقلقاس شوربه علشان لما اجي احط السلق يبقى جميل. هحط هنا نص مكعب ماجي كده، والنص التاني هحطه هنا مع الشوربه. تمام. مع شوربه لسان العصفور. بس اسيبها بقى كده اهو، وبنعمل الخضره في نفس الوقت اهو. بصوا بقى خست خالص ازاي، بقت قد ايه.
بوطي عليه بقى خالص كده لحد ما يتحمر. بضربه في الكبة بمعلقة واحدة بس من الشوربة وخلاص كده. هبدأ دلوقتي بقى انزل بالكزبرة اهي، بعد ما دبل كده السلق بنزل بالكزبرة شوية كده، هنزل بالثوم، شيل بس العلق ده ملوش لازمة. تمام. ولسان العصفور، خلص لسان العصفور واعمل الرز كده على طول كده. خلصنا ايه بسرعة بسرعة كده الاكل بتاعنا. يلا بينا. حبايب قلبي بصوا اتحمر اهو بقى جميل. حطينا الثوم بتاعه اهو، بس انا يعني مش مغمقاه قوي اهو. هضربه بقى في الكبه الصغيره دي بمعلقه شوربه واحده بس. هضربه وبعد كده نرجع مع بعض. وادي كده لسان العصفور خلصته، وادي القلقاس اهو، وادي الرز خلاص بيتشرب. اوطي عليه بقى وخلاص على كده، والفراخ بتتحمر في الفرن. حبايب قلبي بصوا ضربته كده بالمنظر ده. هبدا اخد بقى من الشوربه دي، ما اخدش بقى شوربه تانية واكتر الشوربه بتاعته. طبعا انا عايزه اعمل بمعلقه بس، معلش ثواني اهو. ببدا ادلق كده على القلقاس بتاعي. ابدا اخد بقى شويه كمان برضو لحد ما اخد كل الكميه اهو. بجد بيبقى شكله تحفه. كل ما كترنا في السلق كل ما الطعم بيبقى اروع. يس. اخلصه بقى واوريهولكم في الاخر. حبايب قلبي الغاليين اهو القلقاس خلصناه، بس فيه كده تكه بسيطه. بصوا لونه، ما بكترش الشوربه كده عشان تبقى شوربته خضرا كده شكلها تحفه. جربوه بطريقتي بجد مش هتندموا. ودي الفراخ الجميله بتاعتنا حمرناها، ودي الرز الابيض الجميل، ودي شوربه لسان العصفور الجميله. يلا تعالوا اتفضلوا بقى كلوا معانا. يلا بحبكم في الله، مع الف سلامه. يلا بحبكم في الله، في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.